لو انت اتجننت في دماغك في يوم من الايام واشتريت ايفون، تعالوا لك على 4 حاجات مش موجودين غير في الايفون بس. وبتوع الاندرويد معلش استحملونا في الفيديو ده وانبهروا. تفتح عندك النوتس بتاعت الايفون وهتكتب هنا مثلا اي حاجه، وهتعمل شير للنوت دي وهتدوس على السهم ده وتعمل لها كولابريت او تعاون، وهتبعتها لحد معين. النوت دي اول ما توصل له ويدوس عليها، هتقدر النوت دي ان هي تبقى زي شات مخفي ما بينكم. اي حاجه هو يكتبها في النوت واي حاجه انت هتكتبها في النوت هتظهر عند الطرفين. ودي طريقه كده ممكن تتكلم بيها انت وحد من غير ما حد يعرف عن طريق النوت. اتنين، لو خدت سكرين شوت لاي حاجه دوس عليها دوسه مطوله وامسكها كده وافتح عندك الواتساب وحطها فيها، هتتبعت على طول من غير اي افلام. ثلاثه، لو دخلت عندك على الواتساب ودوست على علامه البلس اللي هنا دي، علامه الزائد يعني، ودوست على دوكيومنت او مستندات، دوست على سكان دوكيومنت، هتقدر ان انت تسكان ورق كامل من غير احتياجك لاي برنامج تاني. وممكن تسكان بقى ورقه غير محدود، ممكن كتاب كامل لو عايز. والميزه بجد هنا مش ان هو بيسكان، الميزه ان هو بعد ما بتخلص بيقدر ان هو يحولهم لك في PDF كامل مجمعين ورا بعض، ودي حاجه جامده جدا. اربعه والاخير عشان ما اطولش عليكم، لو عندك كلام ورغي كتير كده في رساله على واتساب وعايز تنسخ حاجه واحده بس من وسط الرسائل دي، دوس على الرساله دوسه طويله هتطلع لك كده لوحدها. تقدر تحدد بقى الجزء اللي انت عايز تنسخه من جوه الرساله. انا عارف ان في ناس كتير قوي ما تعرفش الحركه دي بالذات. وبس كده، دول كانوا 4 حاجات ما تعرفهمش عن الايفون، اديك عرفتهم. لو عايز بقى تركات عن الايفون اكتر ما تنساش اكيد تعمل لي فولو.